عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الموجودين. اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. صباح الفل، صباح الرضا، صباح الرزق، صباح كل حاجة حلوة على الصبح كده، وصينية الفطار وحاجة العشاء وحاجة الغدا، واليوم روتين فحت وردم من اللي قلبكم بيحبه. تعالوا كده بقى نشجع بعض النهارده وندخل على شركة يوميات نانا، عامله لك عروض وخصومات وتخفيضات لو انت حابه تشتغلي في ظل الايام الصعبه اللي احنا فيها دي على اليوتيوب، على الفيسبوك، على اي حاجه انت حابه تشتغلي عليها في المجال السوشيال ميديا. هم يقدروا يفعلوا لك كل حاجه. ادخلي على الشركه اللي ماسكها الباشمهندس محمد، هسيب لك رقمه في اول تعليق مثبت. لو ما قدرتيش توصلي للتعليق المثبت يبقى تدخلي لي على الكومنتات اكتبي لي يا نانا الرقم هكتبه لك. قشطه. كل واحده فينا حابه ان هي تساعد في شغل بيتها، في مصاريف دخل اكتر، تساعد زوجها، ما عندهاش زوج تساعد نفسها وتساعد ولادها. ده مصدر رزق جميل جدا يا جماعه والله العظيم. قبل اي حاجه بقى عايزاكي كده تشيري الصفحه بتاعتي والقناه بتاعتي، الناس كتير جدا بتحبيهم وبتثقي فيهم عشان يخشوا يتفرجوا عليا، ونحاول شويه يا جماعه نشجعوا بعض كده. الفتره دي شجعوني شويه لان انا نفسيا زيرو، وسبب ان انا زيرو هقول لكم. انا عندي ابني يا جماعه محمد عامل حادثه. محمد ابني الكبير اللي هو الباشمهندس محمد عامل حادثه، بس حادثه صعبه شويه، فالموضوع معايا يعني واخد مرحله طويله، يعني احتمال ياخد علاج سنه. فعشان كده انا نفسيتي زيرو، فحابه اقول لكم بقى حاولوا تبقوا جنبي، ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات وتكتبوا لي كومنتات حلوه تشجعني ان انا اكمل معاكم ان شاء الله، لان ده مصدر رزقي انا وولادي. تمام. هعمل لكم كل حاجه تفصيليا بالحادثه، ووصلت لفين وبدأت ازاي وحصل كل ده ازاي في فيديو. احتمال بعد ما اخلص الفيديو ده هدخل اسجله لكم دلوقتي صوت لوحده. يلا بقى ما تلوكيش كتير يا نانا، يلا بينا على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا. شمري لك مامك ويلا بينا البسي لك بقى انتي ترنج ولا برمودا. اختي انا مش عارفه البسها، اختي البسي انتي عشان بصور ولا اصور لكم برمودا. يلا بينا. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، ادي البوتاجاز منيل بنيله ومطين الطين. بصوا ودي المواعين اهو. والله ما عايزاكم تتخضوا ابدا 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 ابدا، كل ده هيتعمل تحت الحوض ده يا جماعه. والله انا مش شقتي عشان اعمل تقفيل، تمام؟ وتدعوا لي لعل وعسى ربنا يرزقني واعمل تقفيل. هغير لكم هنا شويه حاجات دلوقتي في قلب الفيديو، واحنا مع بعض نحاول نجدد كده ونطور من نفسينا ونغير شويه. وكنت جايبه حاجات من السوق. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا. وشمرك مامك يا ستي الكل انتي وهي، وتعالي بس تعالوا بينا بقى نخلص المطحنه والمدعكه دي كلها، وهغسل ازازه اللبن دي من بره وهغليها بس سيبها تفك شويه. ما تتخضيش والله، ما عايزاكي تتخضي اختي والله، كل ده هيبقى على ما يرام ان شاء الله. بصي انا عايزاكي بس كده يبقى عندك امل ان شاء الله ان احنا هنخلص كل حاجه باذن الله. امل وابتسام وهدير وغدير وكل حاجه. ما حدش يبص تحت الحوض يا جماعه، انا ما عنديش تقفيل تحت الحوض. فما حدش يقول لي يا نانا تحت الحوض والمواعين والكلام ده كله. سيبونيش 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 سيبوني باللي انا فيه. اسكتوا فوتي انشرح على اللي عدى واللي راح. مش عايزه اقول لكم اللي انا فيه يا جدعين. بجد 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 النفسيه 0%. ولو في حاجه تانية تحت الزيرو انا معاكم، انا معاكم فيها والله. لو في تحت الزيرو حاجه انا معاكم فيها، او ربنا او والله العظيم. بس ادعوا لي كده ان شاء الله ربنا ييسر لي الحال ويدبر لي الامر كده باذن الله. ويا رب يا رب كلنا كده، كل واحده فينا بتتمنى حاجه من عند ربنا ان شاء الله. ربنا ينول لها اللي نفسها فيه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بصي بقى انا عايزاكي تصلي على النبي وتزيدي النبي صلاه وتوحدي الله، وخشي كده بقلبك ان شاء الله. بصوا يا جدعان، هو انا بلاحظ ان احنا
لو نزلنا نجيب طماطم وخضار وكلام من ده، هي ال1000 جنيه دلوقتي مبقتش بتكفي طماطم وخيار وفلفل وبتنجان يا عتمان. يا حبيبي الكركديه. اخرشي ما تظبطي نفسك ورا الكام بقى، يعني انا اللي كل حاجه بتبان يا دي الفضيحه يا اختي. المهم، بصوا بقى محدش يضحك عليا، انا يعني بصوا سيبوني سيبوني نفسيتي وحشه. بصوا يا جماعه، انا جبت موز زي ما انتم شايفين كده اهو. جبت موز وجبت بتهيألي دي طماطم وخيار، وكان في برتقين. البرتقين اليمين دول حلو جدا علشان يعني نحاول نرفع الفيتامينز في الجسم عندنا شويه يا جدعان، لان الايام اللي احنا فيها لا فيها راحه ولا بالراحه، كلها برد. ولازم تغسلي البرتقال بتاعك قبل ما تحطيه جوه لاولادك يمسكوا برتقانه صغيرين ولا حاجه، لو عندك اطفال. هم ما بقوش اطفال، هم قرود. المهم انا كان جايلي خضره برضو، فحطيت الخضره في كيسه كده وبحطها في التلاجة. على فكره يا جماعه بتقعد عندي فتره طويله جدا عادي، مفيش اي مشكله. ف وكنت جايبه كرنبيتيه، كرنبيت. انا بعشق حاجه اسمها كرنبيت بجد بجد بجد، بالفعل يعني بعشق قوي حاجه اسمها كرنبيت. وهو بيتخن زي ما انتم شايفين انا طخنانه. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، هو يتخن ما يتخنش انا باكله بصراحه، يعني يتخني ما يتخنيش، انا ما عنديش راجل يقول لي يا تخينه ولا يا رفيعه. ولو عندي راجل مش عاجبه، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. والله العظيم انا كده ماشيه بدماغي، ما يشغلنيش، والله عاجبك عاجبك، مش عاجبك شد في حواجبك. المهم، وجبت طماطم وجبت خيار. كوني واثقه في نفسك كده، كوني واثقه في نفسك اختي. ما هم احنا يعني احنا بنقبلهم ليه؟ على شكلهم ووضعهم. يعني هم بيبقوا حلوين شويه اول الجواز، بعد كده بيبقوا زبط وطين وقطران عادي بقى. كل الرجاله تعمل عليها هجوم هنا في الفيديو النهارده. ما عنديش اي مشكله، عادي جدا، عادي خالص، عادي جدا. كل عارف ان انا بارد. المهم النهارده اعمل لكم شويه تغيير حلوين كده في قلب المطبخ، وبحاجات كانت عندي وبحاجات. بصوا خليكي بس معايا كده، اتقلختش كده اتقلي. هي طيبة القلب اللي عاملة فينا كده، اه والله العظيم. المهم، هكمل لكم. هو ليه بقى كل راجل فيكم لما بيتخن ويقلبز ويكرش بعد الجواز بعد الجواز ما بيقولش لنفسه ان هو بقى وحش؟ والست فيكم لما يعني تتخن شويه تقعد تقول لنفسها جوزي هيقول عليها يا تخينه. لا حبيبتي، عادي اتخني براحتك، براحتك جدا، اتكسر بتاعه عادي، عادي جدا. عادي خالص. عايزه اقول لكم ان انا لو ما ضحكتش هيجيني انفجار، انفجار. اه والله، والله ينشي راح. اسكتي، مش عايزه اقول لكم. بس هلم السكر بقى كأن مفيش حاجة حصلت اصلا. اصلا يا جماعة، كان نفسي يبقى عندي رخام ابيض فابيض، ودولاب ابيض فابيض، ولبس ابيض فابيض. يا لهوي يا نانا، ده انا عليا دماغي يا جدعان. كل واحد نفسه في حاجة ربنا هيحققها له، بس نقعد نقول يا رب كده ونسيبها على الله، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. كل واحد فينا بيقول يا رب، وزي ما ربنا بيقدم السهل وبيقدم الصعب بيلاقي وراه سهل، خلي بالكوا والله العظيم. وبكرة ربنا هيفرجها، واحنا عشمانين في ربنا خير ان يهدي الدنيا شوية، وكل راجل ربنا ما يجعلهوش رزقه ضيق، ولا ست زي كده ام واب في نفس الوقت يوسع رزقها ويقويها على اللي هي فيه. المهم ظبطت الدنيا كده، وصلت مكان السكر. سكر اوكر. هاخد حته حته في المطبخ يا جماعه عشان ما احسش ان انا تعبانه في حاجه. محمد انا حاسه ان الفيديو مش بيسجل كده، بيسجل. طيب، همسك حاجه حاجه كده في المطبخ، وهغسلها غسله حلوه كده ومتينه. دي الميزان اللي انا لما كنت اما حد بيطلب مني يا جماعه اي اوردر اكل، انا بعمل اوردرات اكل وبعمل كل حاجه. لو حد حابب في رقم على لمحه، ادخلوا تواصلوا معايا، بس الرقم ده واتساب بس، مكالمات فون لا مفيش. لاي حد بيدخل يستظرف بيتعمل له بلوك. قشطه.
قشطه قشطه. بس فبعمل بقى معجنات وبعمل قرص وبعمل فطاير وبعمل بيتزات وبعمل كرواسونات وبعمل كل حاجه يا احلى اختي. والعجان برضو بتاعنا اللي مدلعنا همسحه برضو، ما كنتش ظابطه الكام، بس بصراحه انا بحاول الفتره دي اقرب لكم شويه من الحاجه وانا بمسحها وبظبطها، بحيث بس ان انتوا ايه ما تقولوش ان الحاجه بعيده علينا. وهمسك بقى الرخامه بتاعتي كده هغسلها غسله حلوه، هو المطبخ حلو ونضيف، ما عدا ما عدا حاجه واحده عايزه تتغسل وتتظبط، اللي هي فوق المطبخ، قصدي البوتاجاز. انا مش عارفه الحته دي انا وقفت وسبتها ومشيت ليه. خد يا بنتي يومين هاديني جيت اهو. المهم هي البوتاجاز، وعايز يتغسل غسله حلوه. ان شاء الله بقى الفيديو اللي جاي باذن الله هبدا اكمل معاكم. انا في حاجه عملتها في المطبخ بس ما صورتش معاكم بصراحه. غسلت هيجي وقت وهقول لكم انا عملت ايه، خلونا بس في اللي احنا بنعمله دلوقتي. همسك حته حته كده، حيطه حته حته سيراميكا والرخامه اللي تحتيها، هدعكوا ضحكه حلوه كده ولا عنب ولا تين. هي مش شقتي وكل حاجه، بس لازم انضف المكان اللي انا قاعده فيه، والا هبقى قاعده معفنه يعني، وانا ما احبش اكون معفنه. الحمد لله ربنا ما يجعلنا ابدا معفنين، كلنا بنحب النظافه. النظافه حلوه، النظافه جميله جدا، بس اهم حاجه ننضف قلوبنا بقى من جوه، ونكون ناس كده من جوانا نضاف وحلوين وصادقين، وما نقعدش كده للناس نبص لهم في رزقهم، ولا نقعد نحقد على حد ولا نغل على حد، ونسيب كل واحد ربنا يقويه على عيشته واللي هو فيه. ويا اختي وانتي شغاله كده بدل ما نحط في دماغنا اي حاجه سلبيه، لا صلي على النبي واذكري ربنا كتير عشان ربنا يفك كربك وكربي، امين يا رب العالمين. انا اول واحده خلي بالكم نفسيتي وحشه، لان انا ابني عامل حادثه كبيره وكلكم عارفين. فليه ان انا ما نزلتيش بالفيديو اللي فيه تفصيل عن حادثه محمد واللي حصل لمحمد ودي كانت حادثه ايه بالظبط والكلام ده كله. هنزل لكم والله بالفيديو ده، احتمال اسجله بكره ان شاء ربنا، والفيديو كمان بتاعي يلا ورا بعض كده، عشان العين اللي راشقه فينا عين الديناصور دي تفك عننا شويه والله العظيم. المهم مسكت المساحه بتاعه الازاز دي، جميله جدا، هي بتاعه ازاز ورخام على فكره، حلوه يا جماعه حلوه، لمت لي الدنيا بكل سهوله وكل بساطه يا توته. اه والله شمر، يعني انا ما بحبش يا جماعه كم يبقى نازل كده مدلدل ومهرول ويتبل بقى ويا متنغنغه ميه والكلام ده كله، انا ماليش في الليله دي. انا بحب ابقى ست كده ايه، لا مفيش حاجه فيها تتبل وانا بشتغل كده، مش عارفه، ما احب اشمر كمامي كده ويبقى قلبي حامي. لا حلوه دي، شمر كمامي وقلبي حامي حلو، شغال يا زميلي. المهم مسكت بقى الفوطه كده وقلت انشف. عايزه اشكر كل اللي بيدخل وبيسالني على محمد وبيدعيله، بشكرك جدا يا حسناء وسعاد ومفهد وام كريم وجيجي دبي، كل حبايبي وصحابي وحبايبي واهلي وناسي، بجد والله انا بشكركم جدا، مش عارفه اقول لكم ايه بامانه يعني، بما يرضي الله. ربنا يخليكم ليا ويدومكم النعمه في حياتي. وتحيه كبيره جدا لكل الناس اللي خارج مصر وداخل مصر وبتسال عليا. بصوا انا جيت هنا جبت حته ستاره كده جميله قوي وداريت بيها على قد ما اقدر بقى الشكل اللي تحت الحوض اهو يا جماعه، عشان محدش يقعد يقول لي بقى البلاستيكات باينه والمش البلاستيكات باينه. الحته دي انا كنت سايباها وبكلمكم فيها الصوت كده دايركت على طول، قلت لا بقول لكم بشرح لكم يعني ان انا غطيتها هنا كده لحد ما مش عارفه اجيب لها حاجه ستاره يعني، او حد يعمل لها ستاره بصراحه بامانه. المهم انا كنت جايبه البتاع خلاص يعني، انا بقى خلاص البتاع اللي ورايا دي اللي هي بتاعه المعالق، صفايه المعالق والاطباق. اطباق ايه، صفايه المعالق، صفايه المعالق يا جدعان معلش معذره. لميت المعالق في صفايه هناك اهي، ودي هظبط فيها الدنيا برضو واللي هي الصفايه الخشبيه برضو اللي وراها دي اهي. هحط هنا كل ما هو ألمونيوم، يعني المعالق، الشوك، السكاكين الصغيرة اللي هي بتاعت الجاتوهات والحاجات دي. طبعا انتوا عارفين عشان ما عنديش دولاب، بيبقى فيه درج، الدرج اللي عندي
اتكسر ووقع ومش عارفه بصراحه بامانه عشان المطبخ سوقي، فهجيب واحد هياخد فيه فلوس على الفاضي. فانا سايباه لما ربنا يفرجها عليا وييسر لي امري ان شاء الله باذن الله، وابقى اعمل دولاب كبير باذن الله لما نقعد بقى الشقه بتاعتنا باذن الله. ادعوا لي كل حاجه باذن الله. بصي خليكي دايما عايشه عندك امل في الله ان ربنا والله هينصرك وهيديكي كل اللي نفسك فيه، ودايما قولي يا رب. وخلي بالك بعد الصبر جبر والله. اسمعي مني، اللي قدامك دي قعدت في اماكن كتير وشقق كتير وكان عندي ملك وكل حاجه والحمد لله، وكان عندي مش ما كانش عندي. بس الواحد كل واحد فينا بيمر بظروف يا جماعه، لازم 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 نبقى عندنا يقين في الله ان احنا بيجي علينا فتره بنقع وبنقوم تاني. انا وقعت كتير ووقفت على رجلي اكتر، فمن كتر ما انا وقعت ووقفت فخلاص اتعودت بقى كل حاجه عندي عادي جدا. بقع وبقف تاني، وربك بس هو اللي بيسند، وربك هو بس وحده اللي بيحس بيك. لان لو مش انت يعني قربي من ربنا او قرب من ربنا هتلاقي كل حاجه ربنا يسرها لك. يعني صدقوني والله العظيم الليله دي كلها هحاول المها كل حاجه خشبيه. بصوا شفتوا الرقه والجمال والدلال يا ولاد، يا بنتي يا انيقه يا متالقه يا بنتي يا نين. والله العظيم خشبيه، كل حاجه فيها خشب هحطها هنا في المنظم ده. بصوا احنا بنحاول يا جماعه نلم الدنيا على قد ما نقدر، يعني عشان ما نشتريش حاجات جديده. احنا في عرض جني الفتره دي، لان كل واحد فينا بيمر بظروف وربنا اللي عالم بيه. يعني طبعا انا عندي ثانويه عامه وعندي محمد حادثه كبيره ومحتاجه ادويه وعلاج كتير جدا وبمبالغ كبيره جدا. وبجد والله بشكر كل اللي وقف جنبي واللي سأل عليا وسأل على ابني، واللي ما وقفش برضو عادي والله. انا مش بيفرق معايا حاجة، بس اللي بيفرق معايا ان حد يشمت في مرض حد او حد يشمت في حد. بصوا هي الدنيا دين تدين، ومفيش اقرب من انك تبص تلاقي يعني انت شمت في ضنا حد ربنا هيوريك في ضناك. بس وانا واثقه وعارفه هما مين اللي كانوا شمتانين او ما زالوا شمتانين، فربنا يقعده لكم كتكم في نحركم ان شاء الله. ومش حابه ان ادعيها او اقول حاجه بصراحه توجع، بس انا اللي انا اقدر اقوله يعني اللي انا اقدر اقوله اللهم لا شمت، اللهم لا شمت. انا ما بحبش اشمت في حد. قلت بقى بالنسبه ان دي خشب وده بني خليهم مقربين لبعض كده. يا بنتي يا بتاعه الديكورات يا جامد يا جامد يا حامد، والله العظيم انا جامده يا جدعان. جبت بقى دي عشان تستحمل السكاكين، السكاكين اللي متكسره معايا دي بقى هشيلها. والله انا ما في اطيب من القلب خلي بالكم، بس انا ما بحبش ادعي على حد لان انا دعوتي بالفعل بتستجاب. والله اقسم بالله نظمت الدنيا كده ولميت الليله وقلت اقلل شويه من الحاجات اللي محطوطه وموجوده بحيث ان انا اقدر انظم. خلي بالكم الفيديو اللي جاي هتلاقوا برضو تغيير تاني خالص في الحته دي. انا الحته دي يعني بتاخدني في مكان تاني خالص، بشيل منها حاجات واحط فيها حاجات. هتشوفوا دلوقتي حطيت العجان اللهم صل على النبي كده الله اكبر بسم الله ما شاء الله، وحطيت المنظمات بتاعه المعالق زي ما انتم شايفين كده اهو. بس كده هيتكب الباسكت الحق ودي جنبها. وهجيب دلوقتي ستاند هتشوفوه دلوقتي حالا فهيعجبكم الشكل. بس هشيل دي برضو دلوقتي، بس اصبروا هتلاقوني كده انا مجنون والله العظيم انا مجنون انيش مجنون. هتشوفوا بقى ده هشيله دلوقتي وهتلاقوني جبت لكم حاجه تانية خالص وهتلاقوني دلوقتي قمت شديت في شعري وصوبت في الشقه من احمد ابني من اللي هو بيعمله في قلب الشقه. يعني انا مسويه الليفنج ومروقه الدنيا والاوضه التانية. هتبصوا يعني انا بسجل لكم الفيديو وهو عامل حاجات تانية خالص بهدل الدنيا اهو. المنظم ده كنت جايباه طبعا انتوا فاكرين كنت جايباه من على بيج من على الفيسبوك. قلت بقى احط فيه شويه الحاجات دي كده يعني بحيث بصوا يا جماعه انا بحب اعمل تغيير شويه، ما بحبش ان تبقى عيني ثابته على حاجه معينه فاهمه. فاغيري باقل الامكانيات، لو عندك حاجه شيليها وفي حاجه. في حاجه اقدم منها شويه عندك عيدي التدوير بتاعها وشغليها تاني
لتاني مرة هيبقى احلى. انا واقفة كل ده بفكر، انا مش عارفة العباية واسعة ومرهرة عليا ومحسساني ان انا 3 في 1، بس انا ارفع من كده شوية صغيرة يعني، بس مش قوي. بس هشيل السمنة دي خالص من مكانها ده، واحط البخاخة بتاعت الزيت دي فوق، اظبط الزبلات. مش عارفة ماشية ببطء كده يعني، زي ما انتوا شايفين. وبرضو الفترة الجاية هتشوفوا شكل تاني خالص مش الشكل ده، بس اتقالوا عليا الفيديو اللي جاي هتشوفوا حاجة تانية. عشان اقول لكم انا مجنونة، انا كل يوم في حال والله العظيم، بشيل ده من ده واحط ده هنا واشيل ده كده، والله شقلب واقلب يا معلم. ادي فيديو روتين حلو اهو، ولا عنب ولا تين زيه. عايزه لايكات وشير وسبسكرايب في القناه يا جماعه، ويا ريت لو انتي مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس، ووصلي الفيديو ده لايكات كتير 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 علشان اصحابك واخواتك وحبايبك. يا عم تعادل يا عم، متبقاش انت والزمن. يوه المصوصة نظافة. ايه رايكم بقى كده النظام؟ ايه رايكم فيه في حته الورده البيضه دي كده؟ يا ورد من يشتريك مني اصفر لون الغيره. يا غيرانه. بس تعالوا بصوا، والستاند بتاع المجات انا عندي يعني كام مج كده بصوت بحطهم بره بيبقوا جنب ايدي بس مش اكتر، لكن باقي المجات والحاجات التانية ببقى حطهم في الدولاب. فيديو بصوا مليان بالشغل اهو، متروس على عينه ومختلف عن كل الفيديوهات. فعايزاكم بقى شجعوني بلايك وشير كده يا جماعه، عشان الفتره الجايه ارجع اشتغل معاكم واصور فيديو انزله كل يوم. ادعولي ربنا يهون علينا ويفك كربنا ان شاء الله، وارجع اشتغل بحماس تاني وعشان ربنا يرزقني، لان الدنيا واقفه خالص يا جماعه، والقناه مفيش ربح نهائي، لان انا مش بشتغل ومش بنزل فيديوهات، فبالتالي مفيش ربح. يعني مفيش ربح نازل لي عليها من كتر النبر، مش يعني مفيش مشاهدات. يعني لو في مشاهدات هيبقى في فلوس في ربح، فمفيش مشاهدات. فياريت تشوفوا الفيديوهات وتشيروا الفيديوهات كده لاصحابكم وحبايبكم. اخلص بقى المواعين عشان البتاع كان الكام كانت بتفصل معايا كل شويه الشحن بتاعها. عملت رز، والله ما فاكره اليوم ده انا طبخت ايه يا ولاد. المهم انا طبخت رز وغرفته زي ما انتم شايفين كده. عملت غدا كمان وغليت اللبن وظبطت الزبلايه. كان تقريبا اليوم ده كنت عامله فرخ، ايوه شوربه كده يبقى فرخ، ما اظنش لحمه يعني، اللحمه غاليه. ايوه هي فرخ يا دوب. الحمد لله وفضل ونعمه من ربنا. اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش لايك وشير وصابي سكراي بياك.